السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم اليوم مكرون بلدي. كما كتشوفوا كيجي معلك. ندوز للطريقه ديال التحضير. هنايا خديت 250 غرام ديال اللوز اللي بقشورو طحنته من بعد ما غربلته وصافي كنحطوه في البول اللي غادي نخدمو فيه. من بعد فزت لها 200 غرام ديال السكر كلاصي. المهم السكر كلاصي بالنسبه لي يدير حتى ل 250 غرام، يدير 300 غرام. انايا خديت 200 غير 200 غرام باش ما يجيش حلو بزاف. صافي كنخلطوا دوك النواشف مع بعضياتهم. زدت واحد الخبزه ديال الملح، واحد الفاني، معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، وغادي نزيد معلقه ديال الدقيق الخاص بالحلويات، يعني معلقه ما عامراش، معلقه غير هكا شويه وصافي. من بعد فغادي نزيد 2 ديال بياض البيض في هاد الكميه اللي درت. صافي وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم. كنخلطوا المكونات حتى كيتجانسوا لنا مع بعضهم مزيان كما كتلاحظوا معايا. فهنايا كنت ندير بالضراب، لكن من بعد فدرتها بالسباتول. صافي وغادي نحطهم في الثلاجه. بالنسبه لبقاو في الثلاجه حتى 3 السوايع. اللي بغات ديرها ليله قبل وتخليه تبيتو، ضروري خص الخليط ديالنا حتى ينشف مزيان. بالنسبه ليا انا فراني حيدتهم هاد البول، درت واحد الطبسيل، درت عليه سلوفان وخليته في الثلاجه، خليته تقريبا 4 ديال السوايع. عاد من بعد جبدته خدمت به. صافي كما كتلاحظوا معايا، ها هو من بعد ما خرجش من الثلاجه فراه كيكون شاد فراسو، يعني كيسمح لنا اننا نشكلوه كيف بغينا. هنايا بالنسبه ليا فغادي نشكلو كويرات. هنايا بالنسبه للفران، الفران راه مشغل من قبل حتى كيسخن مزيان، ضروري الفران يكون سخون مزيان مزيان. صافي كما كتلاحظوا معايا فغادي نبقى هكذا حتى كنسالي الكميه. بالنسبه كنخليوه هكا مكور مجموع، ضروري يكون مجموع، ما نبسطوه ما حتى شي حاجه، نحطو ديك اللوزه غير هكاك من الفوق وكندخلوه للفران. بالنسبه للمده ديال الطهي ديالو فراه نديروها 15 دقيقة، ضروري 15 دقيقة الفوق. ومن بعدها نخرجوه من الفران، راه كيكون محمر لنا من التحت. بالنسبة من بعد ما يسخن الفران ضروري تكون النار اللي مهيلة. كما كتلاحظوا هذه هي النتيجة، كيجي معلك وضروري تجربوه، راه كيجي خطير. نتلاقاو في الوصفة القادمة.